واعلم أن الأبناء لما ذكرهم رب العزة جل وعلا في القرآن ذكرهم بصيغ كثيرة، وذكرهم في سياقات كثيرة، سياقات مختلفة، بل أحيانا يكون الشيء وضده. قال رب العزة جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هنا عبر رب العزة جل وعلا عن الأبناء بأنهم زينة، وأشير هنا إشارة لمن لم يهبه الله جل وعلا الأبناء، ومن جعله الله جل وعلا عقيما ليهنأ بالا وليطمئن أن رب العزة جل وعلا قال في الأبناء: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء. الفعل هنا منسوب لمن؟ لرب العزة جل وعلا. فرض بحكم الله فإنه جل في علاه يعلم وأنت لا تعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. يجعل من؟ سبحانه الله جل وعلا يجعل من يشاء عقيما لحكمة يعلمها قد لا تدركها أيها الزوج، وقد لا تدركينها أيتها الزوجة. ويجعل من يشاء عقيما. واعلم بهذه الضميمة الثانية، هذه الآية الثانية من سورة الكهف، ماذا قال رب العزة جل وعلا؟ قال: المال والبنون زينة، والزينة قد يستغنى عنها. الزينة قد يستغنى عنها، قد لا يستغنى عنها بالكلية عند الكل وعند الجميع، لكن قد يستغني بعض الناس عن الأبناء ويكون المجتمع على حالة سوية. فقال الله جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. لكن في سياق آخر قال جل وعلا: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. بل قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. والسياقات هنا، هذه السياقات المختلفة، مرة يسمون ويوصفون بأنهم زينة الحياة الدنيا، ويوصفون بأنهم فتنة، ويوصفون بأنهم أعداء. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال عليه الصلاة والسلام: الولد مجهلة مجبنة مبخلة محزنة. الولد مجهلة بمعنى أنه يصرفك عن العلم وعن طلب العلم اشتغالا بما ترتفق به تجاه أبنائك وأهلك. وقد يشغلك الولد عن التفقه في دين الله. ومنه فسر قول عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال: تعلموا قبل أن تسودوا، أو قبل أن تسودوا، أي تصيرون أسيادا. والولد مجهلة مجبنة، تخشى إن دعا خليفة المسلمين وإن دعا أمير المؤمنين إلى الجهاد وإلى الدفاع عن الدين والأرض والوطن، تجد نفسك جبانا لما تركت خلفك من الأبناء. والولد مجبنة ثم مبخلة، الإنفاق عليه يجعلك تبخل بالإنفاق عن غيره من أنواع القربات والصدقات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: مجهلة مجبنة مبخلة محزنة. إذا مرض الولد وأصابه سوء يحزن الآباء أكثر من حزنه ويتألمون أكثر من ألمه.
فيصير محزنة لوالديه. لذلك الأبناء ذكروا في القرآن والسنة في سياقات مختلفة،